إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 28 من مارس عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والتي نخصصها اليوم لتطورات الوضع في السودان، وتأتيكم بعنوان القصر الجمهوري معركة كسر عظم. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الشرطة الألمانية تجري عملية بحث لاعتقال نشطاء من مجموعة بريغيد نحمد المعارضة للنظام في إريتريا. الهند تدعو إريتريا للمشاركة في مناورات بحرية قبالة تنزانيا. الجيش السوداني يعلن إعادة سيطرته على العاصمة الخرطوم من قبضة الدعم السريع. وحكومة جنوب السودان تعتقل رياك مشار النائب الأول لرئيس الجمهورية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أفادت صحيفة بلاد الألمانية إن الشرطة الألمانية تبحث عن أعضاء مشتبه بهم من مجموعة بريغيد نحمدو المعارضين للنظام في إريتريا. وذكرت الصحيفة أن عمليات البحث التي جرت في وقت واحد في عدة مناطق من البلاد يوم الأربعاء 26 من مارس تهدف إلى ملاحقة أعضاء وكوادر مجموعة بريغيد نحمدو. وبحسب الادعاء العام فإن الشرطة تلاحق 19 شخصا من معارضي النظام في إريتريا. وفي الدنمارك تجري عمليات البحث والمطاردة في نفس الوقت كما هو الحال في ألمانيا. وفي المملكة المتحدة أيضا في شفليد تلاحق الشرطة 22 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال تخريب وتهم أخرى في اشتباك بين مجموعتين من الإريتريين العام الماضي، وفق ما نشرت شرطة جنوب يوركشاير على موقعها الإلكتروني في 18 من مارس الجاري. وعلى مدى العامين الماضيين شنت مجموعات وحركات مختلفة معارضة للنظام في إريتريا حملة من أعمال الشغب والعنف لتعطيل المهرجانات واحتفالات يوم الاستقلال التي ينظمها أنصار النظام الإريتري بالتنسيق مع السفارات الإريترية في الخارج. وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 11 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح طفيفة وخطيرة من بينهم رجال شرطة. وفي هولندا صدرت أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين عدة أشهر وأكثر من عام على بعض المتهمين، بينما في إسرائيل وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا يتردد المتهمون الذين يواجهون أحكاما مماثلة بالسجن والغرامات إلى المحكمة. دعت الهند إريتريا للمشاركة في مناورات بحرية ستجريها قبالة تنزانيا. وقالت البحرية الهندية إن السفن الحربية الهندية ستزور عدة دول في منطقة المحيط الهندي في الفترة من 5 من أبريل إلى 8 من مايو تقريبا. وأوضح نائب الأدميرال تارون سوبيتي للصحفيين إن 9 دول إفريقية ستشارك في بعثة البحرية الهندية لتعزيز التعاون في منطقة المحيط الهندي. وسينضم إلى السفن الهندية 44 من أفراد البحرية من كينيا وتنزانيا وجزر القمر وموريشيوس وموزمبيق وسيشل وجنوب إفريقيا ومدغشقر وجزر المالديف وسريلانكا. وستتوقف السفن التابعة للبحرية الهندية بقيادة السفينة سونايا في موانئ دار السلام في تنزانيا وبورت لويس في موريشيوس خلال رحلتها التي تستمر شهرا. وتخطط الهند أيضا لإجراء مناورات بحرية هندية إفريقية مشتركة في المياه التنزانية. وتمت دعوة ممثلي القوات البحرية لإريتريا وجيبوتي وكينيا
وجزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشل وموزمبيق وجنوب إفريقيا للمشاركة في التدريبات المشتركة التي ستستمر 6 أيام، والتي سيتم إطلاقها رسميا من قبل وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في منتصف أبريل القادم. وتركز المناورات على تبادل المعلومات في البحر ومنع القرصنة وسلامة البحار. هذا ولم تؤكد إريتريا ما إذا كانت ستشارك في التدريبات المشتركة التي تقودها السفن الهندية. في تطورات سريعة ومتلاحقة لمجريات الحرب في السودان، أعلن الجيش السوداني الأربعاء إكمال سيطرته على العاصمة الخرطوم واستعادتها من قوات الدعم السريع. يأتي ذلك بعد معارك ضارية خاضها الجيش السوداني خلال الأيام الفائتة أعقبها فرار جماعي لقوات الدعم السريع من الخرطوم. وفي أول تعليق له قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن الخرطوم أصبحت حرة. وكان البرهان وصل إلى الخرطوم عبر طائرة مروحية هبطت للمرة الأولى في مطار الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. ولمزيد من إلقاء الضوء حول هذا الموضوع تابعوا معنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. اعتقلت حكومة جنوب السودان رياك مشار نائب الرئيس سلفا كير. وقال متحدث باسم قوات المعارضة في جنوب السودان إن قوات حكومية جاءت في مركبات مدرعة دخلت إلى مقر إقامة رياك مشار نائب الرئيس سلفا كير بعد أن قامت بنزع سلاح أفراد من الحرس الشخصي لرياك مشار يوم الأربعاء 26 من مارس. وكان مشار الذي لا يزال مكانه غير معروف حتى الآن خاضعا للإقامة الجبرية في مقر إقامته حسب تقارير إعلامية. وكانت قوات الأمن حاصرت نائب الرئيس الأول في جنوب السودان رياك مشار في مقر إقامته في 5 من مارس خوفا من حدوث انقلاب. وفي اليوم نفسه اعتقلت قوات الأمن في جنوب السودان مسؤولين كبارا وقادة عسكريين مقربين من نائب الرئيس بما في ذلك وزير النفط في البلاد. واتخذت حكومة جنوب السودان هذا الإجراء بعدما زعم بأن مسلحين شباب حصلوا على دعم من رياك مشار في هجمات على القوات الحكومية في مدينة الناصر في منطقة أعالي النيل. ويرى المراقبون أن اعتقال الحكومة للنائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار وعدد من أنصاره والمسؤولين من قادة الجيش من شأنه أن يقوض اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في البلاد عام 2018. وكان جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في العام 2011 يعيش في سلام نسبي على مدى السنوات 8 الماضية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان القصر الجمهوري معركة كسر عظم. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، والذي نخصصه اليوم للتطورات الدراماتيكية لوتيرة الأحداث في السودان، والذي شهد انهيار غير مسبوق لقوات الدعم السريع وتداعي دفاعاتها المختلفة أمام الجيش السوداني والمتحالفين معه في العاصمة الخرطوم. فبعد أقل من أسبوع من إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على القصر الجمهوري الذي يمثل رمزية خاصة لسيادة السودان، لكون هذا المكان رفع فيه علم الاستقلال، ومنذ ذلك الحين هو مقر الرئيس الذي يمارس فيه سلطاته ويستقبل فيه الرؤساء والوفود الرسمية. وتكمن أهميته أيضا كونه مبنى قديم يعود إنشاؤه إلى نحو 200 عام خلال الدولة العثمانية بقيادة محمد علي باشا. كما أن الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا للسودان منذ العام 1899 وحتى رفع علم الاستقلال في العام 1956 استمر في نفس القصر. وبالإضافة إلى القصر الجمهوري، استطاع الجيش السوداني استعادة المقار الاستراتيجية والحيوية في محيط القصر مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وبنك السودان المركزي وغيرها. ونظرا لما يمثله القصر وما حوله من المقار من أهمية، حاولت قوات الدعم السريع الاستماتة في الدفاع عنها وقاتلت بضراوة في محيطها، وهو ما كبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
وأعلن قائدها في تسجيل مصور أنهم باقون في القصر ولن يخرجوا منه، وهو ما اعتبره البعض أنها محاولة يائسة من الفريق محمد حمدان دقل حميدتي في بث الروح المعنوية في صفوف قواته التي تلقت هزائم متتالية خلال الأشهر الماضية، وشهدت تراجعا كبيرا في المناطق التي كانت تسيطر عليها في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق، وتمت محاصرتها من الجيش السوداني في مساحات ضيقة من العاصمة الخرطوم، وأصبحت هدفا سهلا للجيش السوداني، الأمر الذي أدى إلى تهاوي وسقوط مناطق سيطرتها، وذلك في ظل غياب رؤية عسكرية واستراتيجية قتالية محكمة تضمن لها الاحتفاظ بالمكاسب التي حققتها على الأرض. فقد عجزت هذه الميليشيات بالرغم من كثرة العدد والعتاد الصمود أمام هجمات الجيش السوداني، وسرعان ما أصبحت تبحث عن ممرات تنفذ من خلالها إلى خارج الخرطوم. واليوم وأثناء إعداد هذا التقرير أعلن الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الذي وصل إلى الخرطوم بطائرة مروحية، وهي أول طائرة تهبط في مطار الخرطوم منذ اندلاع الأحداث في 15 من أبريل عام 2023. أعلن من داخل القصر الجمهوري أن الخرطوم حرة وخالية من الدعم السريع، وذلك بعد سيطرة الجيش السوداني وانتشاره في كل المناطق التي كان يتمركز فيها الدعم السريع عقب فرار الآلاف من قوات الدعم السريع عبر منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم، والتي تعتبر منفذهم الوحيد إلى دارفور وكردفان. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان القصر الجمهوري معركة كسر العظم. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول أسباب هذا الانهيار السريع وفرار قوات الدعم السريع بالصورة التي شاهدها الجميع، يقول الكاتب السوداني ركابي حسن يعقوب ما يلي: يشير انهيار قوات الدعم السريع وتسارع وتيرة هذا الانهيار بعيد سيطرة الجيش السوداني على القصر إلى أن القوة المركزية الصلبة للدعم السريع كانت تتمركز بشكل أساسي في القصر الرئاسي ومحيطه في دائرة يمثل موقع القصر الرئاسي فيها المركز. وبانهيار هذه النقطة انفرط العقد وتداعت بقية القوات المنتشرة حول هذا المحيط أمام ضربات الجيش السوداني والقوات المساندة له ونيرانها الكثيفة عليها من المسافة الصفر، مما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والمصابين والأسرى والفارين خارج هذا المحيط نحو الجنوب الغربي من العاصمة. ويعزز من هذه الفرضية بأن القوة الصلبة للدعم السريع كانت تتمركز في هذا المحيط ما تم الكشف عنه بواسطة الجيش السوداني من مخازن الأسلحة الثقيلة والنوعية والحديثة وأجهزة التشويش المتقدمة التي تم العثور عليها في مقار مختلفة داخل محيط القصر الرئاسي، حيث يقول خبراء عسكريون إنها كانت كفيلة بتمكين قوات الدعم السريع من صد أي هجوم عليها مهما كان حجمه واستمرار بقائها في هذه المنطقة لوقت أطول. لكن ذلك لم يحدث، بل جاء الانهيار سريعا ومفاجئا للجميع، وذلك بالنظر إلى تأكيد قائد الدعم السريع حميدتي قبل أيام قلائل من سقوط القصر في أيدي الجيش أن قواته لن تخرج من القصر الرئاسي، وأن الجيش لن ينتصر في معركة القصر، وأن هنالك مفاجأة قد أعدتها قواته للجيش. ويتساءل الركاب حول السبب وراء ذلك الانهيار السريع، هل هو انعدام أو ضعف كفاءة عناصر الدعم السريع في استخدام الأسلحة النوعية المتقدمة، أم الحصار الذي ضربه الجيش السوداني على هذه القوات قبل الهجوم على القصر بأسابيع كان له الأثر الحاسم بانقطاع الإمدادات من المؤن الغذائية، أم كل تلك الأسباب مجتمعة أدت إلى الانهيار الكبير، وأن وعيد قائد الدعم السريع كان مجرد حديث لرفع الروح المعنوية لقواته وهي تتأهب لصد هجوم الجيش؟ أيا كان الأمر، فالواقع على الأرض يقول إن قوات الدعم السريع تلقت هزيمة نكراء وفقدت موقعا مهما كان يمنحها وجودا نوعيا في موضع القلب من العاصمة. ويرجح الركاب أن يستمر الجيش السوداني والمتحالفين معه في تكبيد خسائر متتالية لقوات الدعم السريع وإلحاق الهزائم بها ما لم تحدث هنالك متغيرات أو تحدث مستجدات تقلب موازين القوة العسكرية، وذلك للأسباب التالية: أولا، فقدت قوات الدعم السريع في معركة الخرطوم الكثير من عناصرها،
والكثير أيضا من عتادها العسكري، إلى جانب فقدانها مواقع استراتيجية مهمة كانت تستخدمها كمنصات لقصف مواقع الجيش والمواقع المدنية الحيوية في العاصمة والولايات، وذلك عبر المدافع والطائرات المسيرة. بالمقابل غنم الجيش السوداني معدات وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة وخفيفة ومنظومات تشويش حديثة كانت تملكها قوات الدعم السريع، فضلا عن ارتفاع الروح المعنوية لأفراد الجيش والقوات المساندة له وتصميمهم على الاستمرار في المواجهة والقتال في آخر معاقل الدعم السريع. فقدان الدعم السريع مضادات الطيران ذات الفاعلية لوقف هجمات سلاح الطيران الذي ستكون له اليد العليا في معركة دارفور، حيث ستكون قوات الدعم السريع مكشوفة بالكامل لطيران الجيش السوداني وهدفا سهلا له. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان القصر الجمهوري معركة كسر العظم. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ومع انتهاء معركة الخرطوم تنتهي حرب المدن التي كان للدعم السريع فيها تفوق نسبي بسبب الطبيعة القتالية لهذه القوات التي تقوم على تكتيك اضرب واهرب والحركة السريعة والاختباء في الأعيان المدنية واتخاذ المدنيين دروعا بشرية، بالإضافة إلى اعتماد هذه القوات على ما يعرف عندها بالفزع. وهذا النوع من القتال يعيق حركة الجيوش النظامية المحترفة التي تدربت على الحروب النظامية التي تكون بين الدول وتستخدم فيها كافة الأسلحة والقوى المميتة. وبخروج المواجهات خارج العاصمة فقدت الدعم السريع هذه الميزة تماما. أيضا قوات الكفاح المسلح في دارفور، أو ما تعرف حاليا بالقوات المشتركة التي تقاتل تحت إمرة الجيش السوداني، لها خبرة واسعة وكبيرة في حرب الصحراء بحكم تمرسها الطويل لأكثر من 20 عاما في خوض هذا النوع من الحروب، وهي الخصم الأكبر لقوات الدعم السريع. هذه القوات المسنودة بقيادة الجيش تستطيع حسم المعركة في وقت وجيز، فهي تعرف جيدا طريقة الدعم السريع في القتال، فضلا عن إحاطتها بجغرافيا وتداريس دارفور. وقد حاولت قيادات رفيعة في قوات الدعم السريع في وقت سابق استمالة هذه القوات إلى سفها أو تحييدها بوعود مغرية بشأن السلطة والثروة تفاديا لمواجهتها، ولكن ذلك لم يحدث. وبالنسبة للجيش السوداني يقول الركابي فإن المرحلة الأصعب قد انقضت بانتصاره فيها، وأن ما تبقى له هو الأسهل، بينما العكس صحيح بالنسبة لقوات الدعم السريع، فإن المرحلة الأسهل انتهت بهزيمتها وما تبقى لها هو الأصعب. هذه هي المعادلة الراهنة. وهكذا أصبحت كل الخيارات أمام قوات الدعم السريع وهي تتأهب لخوض آخر المعارك صعبة، فإما أن تخوضها بوضعها الراهن الضعيف والنتيجة الراجحة هي الهزيمة، وإما أن تستسلم، وإما أن تعبر الحدود الغربية إلى خارج السودان وفق ما يرى الركابي. وبالرغم من كل التحليلات التي قيلت مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، إلا أن افتقار قوات الدعم السريع إلى الحاضنة الاجتماعية المناصرة في هذه المناطق وعزوف الشعب السوداني عنها وكراهيته لها هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هزيمتها، حيث شهدت معظم المناطق التي دخلتها قوات الدعم السريع هروبا ونزوحا جماعيا للسكان. فقد قامت هذه القوات ووفقا للتقارير الدولية بجرائم وانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين قتلا وتشريدا ونهبا. واليوم ومع اقتراب نهاية إكمال الحرب عامها الثاني تشهد قوات الدعم السريع انكماشا كبيرا وتحاول أن تلتقط أنفاسها فيما تبقى تحت سيطرتها من مناطق دارفور، وربما تحاول إعادة ترتيب صفوفها هناك وتكثيف هجماتها على ولاية شمال دارفور التي خاضت فيها محاولات عدة خلال العام لم تفلح في اقتحامها والسيطرة عليها، وذلك في محاولة للسيطرة على إقليم دارفور ورقتها الأخيرة في هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل، ومن ثم إعلان الحكومة الموازية التي هي الأخرى كانت إحدى العلامات الفارقة الدالة على تراجع نفوذ قوات الدعم السريع وضعفها، ومحاولة الاستقواء بمظلة القوى المدنية التي انقسمت أيضا حول نفسها بسبب الخلافات التي عصفت بها. فكان إعلان نيروبي الذي تمخض عنه توقيع ميثاق السودان الجديد بهدف تكوين حكومة موازية للحكومة الحالية، وهو ما قوبل برفض واسع النطاق،
وفسر بأنه يخدم أجندة خارجية ولا يخدم المشروع الوطني، وربما يطيل أمد الحرب، وكان ذلك السقوط السياسي الذي كشف سوءة الدعم السريع. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الشرطة الألمانية تجري عملية بحث واسعة لاعتقال نشطاء من مجموعة برجاد نحمد المعارضة للنظام في إريتريا. الهند تدعو إريتريا للمشاركة في مناورات بحرية قبالة تنزانيا. الجيش السوداني يعلن إعادة سيطرته على العاصمة الخرطوم من قبضة الدعم السريع. وحكومة جنوب السودان تعتقل رياك مشار النائب الأول للرئيس سلفاكير. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.